مشاهير تدمرت حياتهم بسبب تعليقات كتير سلبية واغلبها من باب التسلية او التهزيء، وهذا الشيء رح يكون عواقبه كارثية وقت يكون بشكل يومي ومتكرر. رح تسأل حالك معقول انت كمشاهد تكون لهالدرجة مؤثر؟ انا كصانع محتوى اليوم شو قيمتي بدون رأيك وتفاعلك؟ انا بكل وضوح عم بحكي رح كون مجرد شخص عم ينتج محتوى ولكن غير مشاهد، واكيد الفضل بكل شيء بالحياة لرب العالمين. بعض المشاهير بيتعرضوا لهجوم من المتابعين او المشاهدين لاسباب كتيرة: سوء محتوى، تصرفات غبية، دفاعا عن شخص او رأي، او موقف محرج ممكن يعملوا منه ميمز، وهذا الشيء بس من باب المتعة والإحباط. أو مثلا ممكن تكون غيرة وحسد أو كره غير مبرر، وبهيك حالات بتتعدد الأسباب. لاعب كرة الطائرة كيم إن هيوك من مواليد 1995، ومعروف أنه كان يتعرض لتعليقات سلبية من محبين كرة الطائرة طوال مسيرته. من كتر ما عانى من إحباط واكتئاب بسبب هي التعليقات لجأ للإنستغرام. كان عم يتعرض لحملة من التعليقات المسيئة، وهذا الشيء كان مقصود لأنه كان يتزامن مع كل قبل لعبة مع فريقه الرسمي. وقبل يوم من وفاته بتاريخ 3 فبراير نشر بوست وكتب فيه: وداعا ليلة سعيدة، وأنهى حياته. اليوتيوبر جامي اتورطت بفيديو بحركة استفزت الكوريين، واعتبروها حركة تحقيرية للرجل ومع النسية بشكل بحت، واللي هي بيستخدموها البنات الكوريين لحتى يهينوا الرجل بأنه ذكي تبع صغير. ومن بعد هي الغلطة الغير مقصودة تحولت حياتها لجحيم. بلشت رسائل الشتم والإهانة وإشاعات كتير مسيئة. مع العلم جامي حكت للجمهور بأنه أما أنهت حياتها لنفس السبب، التعليقات المسيئة. وبعد كل الضغوط اللي عانت منها قررت انها تتخذ نفس القرار اللي اخذته امها وانهت حياتها. وتخيل انه بعد ما انهت حياتها جامي طلع عمها عم يناجي الجمهور بانه يوقف، لانه ما وقفوا اهانة لجامي حتى بعد ما انهت حياتها، ورغم هيك ما وقفت حملة الهجوم. شوف اخي المشاهد، 800 ألف شخص سنويا عم ينهوا حياتهم بسبب الإساءات النفسية والشخصية. لا تكون سبب بكسر خاطر أي شخص. رأيك فيك تحكيه بلطف، ومن واجبي أنا وأي شخص عم يتعرض لانتقاد بلطف واحترام لازم نتقبله بصدر واسع ونتعلم منه. حلو إنك تكون قوي بالعقل وبالكلام وبالجسد، بس انتبه، مرات الكلام بيكون موجع أكتر من الضرب.